دابولينك فاز بجائزة نوبل مرتين. سنة 1970 نشر كتاب أوصى فيه بتناول فيتامين سي ب50 ضعف الكمية الموصى بها. إيه قصة فيتامين سي؟ يلا. كيميائيا هو أول فيتامين يتم عزله وتصنيعه، يعتبر عامل مختزل وبالتالي بيستخدم كمضاد أكسدة لتحفيز المناعة ولتقليل الإصابة بالكانسر، ويعتبر عامل مساعد لكتير من التفاعلات اللي بتحصل في جسمنا، أهمهم التفاعلات المسؤولة عن تكوين الكولاجين. أما طبيا فنقص فيتامين سي ممكن يؤدي لمرض سكيرفي وممكن يؤدي لأنيميا. فيتامين سي يستخدم كمحفز للمناعة في نزلات البرد، ولأنه مضاد أكسدة قوي فهو بيقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، وبيستخدم في منتجات الجلد والتجميل لأنه بيدخل في تكوين الكولاجين. جسمنا بيحتاج حوالي 90 ملغ من فيتامين سي يوميا، ممكن تاخده من الخضروات زي الفلفل أو من الفواكه أو من مكملات فيتامين سي زي سي ريتار كبسولة يوميا أو فيتا سي فوار كيس يوميا.